طلب منك شي حد خدمة، تسلفو فلوس ولا تمشي معاه لشي بلاصة ما باغيهاش، عقلك الداخل كينادي وكيقول لك قول لا، ما باغيش ندير هادي. ولكن في آخر لحظة لسانك بدون شعور كينطق واخا هانية، ما كاين حتى مشكل. من بعد كترجع للدار وكتبقى تاكل في راسك بالأوفر ثينكينج. علاش قلت واخا؟ علاش ما قدرتش نرفض؟ علاش ديما كنجي على حساب راسي باش نراعي الآخرين؟ إلا كنتي كتعيش هاد المشكل ديما، عرف باللي ما راكش بوحدك. ملايين الناس كيعانيوا من هاد القضية، وفي علم النفس هادي ماشي غير عاطفة ولا طيبة، هادي كيسميوها متلازمة إرضاء الناس ولا people pleasing trap. في هاد الفيديو غادي نشرحوا علاش عقلك كيبلوكيك فاش كتبغي تقول لا، وكيفاش تتعلم ترفض بكل احترام بلا ما تحس بالأنبيات الضمير. المشكل ماشي في كلمة لا في حد ذاتها، المشكل هو في شنو كتعني هاد الكلمة في عقلك الباطن. في علم النفس الإنسان كيكون عنده 3 الموانع كبار كيمنعوه يرفض. الأول الخوف من الرفض. دماغك كيتصور باللي إلا قلتي لا لشي حد، هداك الشخص غادي يعصب منك، غادي يكرهني ولا غادي يتخلى عليك. هاد الخوف كيرجع للفقرات الانعزال في التربية ولا في المحيط اللي كبرتي فيه. الثاني الإحساس بالذنب. تربينا على أن الإنسان المزيان هو اللي ديما كيقول وخه وكيعاون كل شيء، وأن الإنسان اللي كيقول لا هو إنسان أناني وقاسي. هاد الفكرة غلطة 100%. الثالث البوث على القبول. كتحس باللي القيمة ديالك كتربطها بمدى إرضاء الآخرين عليك. إلا كانوا فرحانين منك كتحس براسك مزيان، إلا تعصبوا كتحس براسك باللي درتي مشكل كبير. دابا أجي نشوفوا الحقيقة القاسية اللي خاصك تعرفها. كل مرة كتقول فيها وخه لشي حاجة ما باغيهاش على حساب وقتك، صحتك ولا راحتك، راه في الحقيقة كتقول لا لنفسك. كتقول لا لراحتك النفسية، كتقول لا لأهدافك ووقتك الخاص، كتقول لا لاحترام الذات ديالك. المشكل الكبير هو أن الناس فاش كيفهموا باللي انت ديما كتقول وخه، كيبداو ياخدوا الوقت ديالك والمجهود ديالك بشيء معدوم. كتولي في عينيهم ماشي إنسان مزيان، ولكن إنسان ما عندوش حدود. باش تخرج من هذا الفخ ماشي خاصك تولي إنسان قاسي ولا قبيح، ولكن خاصك تتعلم الحدود. ها هما 3 الخطوات عملية. أول حاجة شرش الوقت. فاش يتسولك شي حد على شي خدمة ما تقولش وخاه في ديك اللحظة، قول له أجي نشوف البروغرام ديالي ونرد عليك بعد شوية. هذا الفراغ كيخلي دماغك يفكر بهدوء بلا ضغط. تاني حاجة الرفض المحترم. ماشي خاصك تعطي أعذار تويكا، قول بكل بساطة اسمح لي ما غاديش نقدر ندير هادي في هاد الوقت، ولا كندير شي حاجة خوري دابا ما غاديش نقدر نعاونك. ثالث حاجة فهم باللي لا هي احترام. تعلم باللي الناس اللي كيبغيوك صح غادي يحترموا الحدود ديالك وغادي يعرفوا باللي وقتك عنده قيمة. المرة الجاية فاش تصيب راسك في هذا الموقف تفكر باللي احترام راسك ووقتك كيبدأ من كلمة لا. رفض الطلب ماشي هو رفض للشخص. واش حتى انت كتعاني من هذا المشكل؟ شنو هي آخر مرة قلتي فيها وخه وندمتي عليها؟ خلي لنا رأيك في الكومنتس، وما تنساش تدير لايك وسبسكرايب باش يوصلك الجديد.